السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني يا معالي رئيس الوزراء، لما حكومة مصر بكبرها ما تقدرش تسيطر على الأسعار وتقدر تحجم التجار، أجل مين اللي هيسيطر عليهم؟ المواطن المصري. ما هو المواطن المصري لو على قده هو بس لحاله كان هيقدر يسيطر وهيقدر يعرف يعلم التجار الأدب وأصحاب الشركات اللي بيتاجروا في قوته. لكن أنت جبت لهم 20 مليون لاجئ، أنت جبت لهم 4 دول داخل الدولة. المواطن المصري هيحلها إزاي؟ كان الأول المواطن المصري يقدر يقاطع، الآن ما يقدرش يقاطع لأنك أنت جايب البديل. الشركات متحكمة، إذا كانت الشركات متحكمة في الحكومة هتقدر المواطن المصري هو اللي يقدر عليها؟ اذا كنت انت معالي رئيس الوزراء بامكانياتك وباجهزه الدوله اللي معاك طالع تقول احنا مش هنقدر نسيطر على اسعار الحاجه الغاليه عليكم، ما تشتروهاش. هو احنا في عندنا حاجه بقت رخيصه يا راجل؟ لما كيلو البصل يوصل ل 30 جنيه انت بتتكلم في ايه؟ لما كيلو الطماطم يوصل ل 40 جنيه انت بتتكلم في ايه يا معالي رئيس الوزراء؟ هو انت خليت لي مجال، هو انت خليت مجال للمواطن المصري انه يلاقي حاجه بديله سعرها مناسب يقدر يعيش عليه؟ ما انت ما خليتش لي حاجه. انت اساسا جبلتني ب 20 مليون لاجئ. ال 20 مليون لاجئ بياخدوا الشركات، بياخدوا انتاج الشركات. يعني انا بالنسبه لي، يعني كمواطن مصري، انا قاطعت او ما قاطعتش، انا واخد على دماغي واخد على دماغي، لانك انت جايب البديل. انا الاول كنت بقدر اتحكم في التاجر، الان التاجر صار يتحكم فيا ويتحكم فيك انت كدوله، بدليل انك انت ما انتش قادر تظبط السعر. انا مش بجيب لك كلام من فراغ، انا بجيب من كلامك وبرد عليك. اذا كنت انت كدوله ما انتش قادر تحكم اصحاب الشركات وتحكم اسعار السوق علشان يبقى السعر مناسب للمواطنين المصريين اللي هم محدود الدخل ومعدوم الدخل، مين اللي هيعمل الكلام ده؟ انا كمواطن مصري مش هقدر اعمل، لانك انت جبت لهم البديل وهم اللاجئين. انت بتشيلني فاتورة اللاجئين، انا مالي انا ومال اللاجئين؟ انت جاي تتجمل على اللاجئين على حسابي انا كمواطن مصري، انت جاي تبخشش على اللاجئين من جيبي انا كمواطن مصري، انت جاي تتفشخر علينا باللاجئين على حسابي انا كمواطن مصري. ليه تعمل فينا كده؟ او ليه تعمل في الشعب المصري كده؟ ليه؟ علشان ايه؟ اكن ده جزات الشعب المصري ان هو حافظ على بلده، وان هو حفظها من الخونة ووقف ضدهم. هو ده جزاء الشعب المصري، انك تروح تجيب له 20 مليون خاين بلده و20 مليون بيع بلده وبيع ارضه وتشيلني انا الفاتوره بتاعتهم؟ يا معالي رئيس الوزراء، احنا عايزين حكومه تتقي الله فينا شويه، عايزين حكومه تبص للمواطن المصري الغلبان محدود الدخل ومعدوم الدخل. ده لو مرض مش هيلاقي يتعالج، ده لو مرض مش هيلاقي ياكل، هيعمل ايه؟ انتوا هتطلعوا عندنا جيل معدوم الوطنية. من الآخر هيطلع في البلد دي جيل معدوم الوطنية، ده غير الجيل الهجين اللي داخل، اللي هيدخل البلد ده مش معروف له هوية ولا معروف له وطنية ولا معروف له أي مصيبة. ده احنا ربنا يستر على البلد دي، ده البلد دي داخلة على مغارة ما يعلم بها إلا ربنا. اللهم احفظ مصر وأهلها يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.